الحسد هذا الداء الفتاك الذي يحرق صاحبه قبل أن يحرق غيره. الحسد انتبهوا له. الحسد له 3 مراتب، له مرتبة دنيا ووسطى وعليا. الحسد في مرتبته الدنيا كراهية وصول النعمة إلى غيرك. متى كرهت نعمة أنعم الله بها على أخيك فلتعلم أنك رجل حسود، شئت أم أبيت، فجاهد نفسك وأزل الخلل قبل أن يستفحل فيك الداء. هذه المرتبة الدنيا، أول ما يبدأ معك الحسد في هذه المرتبة كراهية وصول النعمة إلى غيرك. إذا رأيت من غيرك فسحة في ماله فكرهتها فلتعلم أنك رجل حسود. إذا رأيت من أن الله عز وجل أتاه علم ولو قليل فكرهت فلتعلم أنك حسود. إذا رأيت الناس ينتفعون بكلامه فكرهت فلتعلم أنك حسود. يا عبد الله، إذا لم تسعى إلى إزالة تلك المرتبة فلتعلم أن الحسد سيعلو بك إلى الثانية. والحسد في مرتبته الوسطى تمني زوال النعمة، تصبح تتمنى أن تزول. أتمنى أن يكون فلان من أجهل الجاهلين، أتمنى أن يقطع لسانه حتى لا يتكلم في الحق. ما السبب؟ حسدا، لا لشيء آخر فقط. إذا وجدت أنك أصبحت تتمنى فأنت في مرحلة وسطى. أما المرحلة العليا السعي في إزالة النعمة، أنت تسعى بيدك أن تزيل النعمة. لهذا فتش 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 في قلبك، فتش في قلبك. هذا يحتاج إلى تفتيش، لأن المرض إذا استفحل عند الأطباء الأمراض السرطانية إذا استفحلت يقول علاجك البتر، قطع عضو فاسد. فكيف إذا قيل هذا المرض السرطان قد أصاب القلب، هل يمكن أن ينزع القلب؟ معناه سيقول لك باختصار انتظر الموت، ما عندك شيء، انتظر الموت. قلب دخله الحسد فاستفحل فيه فلينتظر الموت. لهذا كان من وصول الخطايا الحسد، بل أول ذنب في الأرض كان سببه الحسد، الذي هو في قتل أحد ابني آدم لأخيه. ما الذي حمله على قتله؟